مشاهدينا اهلا بكم مره تانية، وبكرر مع حضراتكم التحيه من داخل دار ضيافه جمعيه رعايه الاورام بمحافظه كفر الشيخ. ويسعدنا ان يكون لقاءنا عضو مجلس الاداره الدكتوره لمياء لطفي. بنرحب بها دكتوره، بنبارك لكم الاول على الافتتاح. شرفتونا ونورتونا، الله يبارك في حضرتك، وخطوه عزيزه جدا في كفر الشيخ. كلمينا عن دار الضيافه وعن الصرح الطبي الكبير اللي بيفتخر به كل ابناء الدلتا قبل محافظه كفر الشيخ. الحقيقة طبعا احنا بكامل السعادة البالغة كلنا كأعضاء مجلس إدارة بقيادة معالي المستشار محمود توفيق سعداء جدا لسببين. السبب الأول، للمرة الأولى في تاريخ محافظة كفر الشيخ إنه يكون في دار ضيافة لرعاية المرضى ومرافقيهم، طبعا حسب التقدير الطبي للحالة إنه يكون حد موجود فيها من المرضى، إنه يكون في حاجة بالمستوى ده كأول دار ضيافة في محافظة كفر الشيخ موجودة بهذه التجهيزات الكاملة. وزي ما حضرتك شفت كده أثناء التصوير، يعني عايزين نقول إنه حاجة مش 5 نجوم، حاجة 7 نجوم. إنه مريض السرطان بمحافظة كفر الشيخ يستحق هذا النوع من الاستضافة. طبعا عايزين نقول برضو إنها كاملة برعاية مجانية تماما، من أول الاستقبال للاستضافة للمبيت المريض، أو إذا لزمت الحالة إنه يكون فيها مرافق. حضرتك نوهتي عن نقطة مهمة جدا، وده معظم الناس بتبحث عنها، وهي ان الخدمة بتقدم ودار الضيافة بتقدم مجانا. صحيح، الخدمة مجانية تمام. وبعدين عايزة أقول لحضرتك حاجة، وطبعا كلنا ندري والسادة المشاهدين والمستمعين يدروا بذلك، إنه رعاية مريض السرطان كتكلفة علاجية أو استضافة أو حتى الرعاية التلطيفية اللي في المراحل المتأخرة تفوق تحمل مش الأسر العادية ولا الأسر الفقيرة ولا المتوسطة، الأسر الغنية نفسها. فالتكلفة العلاج غالية جدا، تكلفة الاستضافة غالية جدا. وحضرتك برضو كلنا ندري إنه محافظة كفر الشيخ مترامية الأطراف، فالمريض اللي بيتعرض لجلسات سواء كانت كيماوي أو إشعاعي عدد من الأيام المتتالية، من الصعب عليه جدا إن في الظروف تناول الجلسة أو التعرض للجلسات إنه يسافر يوميا رايح جاي علشان يرجع تاني يوم ياخد الجلسه بتاعته مره تانية، حالته الصحيه اللي تسمح بكده. فالحقيقه كان لزاما انه على يعني كل اهل الخير بكامل اسمائهم اللي حضرتك شفتها معانا موجوده ومذكوره ومدرجه على بعض الغرف، ان في متبرعين بتجهيزات غرف كامله. وطبعا اصحاب القلوب الرحيمه اللي تبرعوا بحجم التجهيز اللي حضرتك زي ما انت شايفه يكاد يكون 7 نجوم. لا، الموضوع فوق تحمل اي فرد او شخص عادي. لازم يكون في كيان، واظن ليس باقل من كيان جمعيه رعايه مرضى الاورام بكفر الشيخ ان تقدم هذه الخدمه المتكامله. دكتورة لمياء لطفي، كلمة اللي توجهيها للناس اللي هي قادرة، ما شاء الله ربنا يبارك لهم، قادرة على انهم يحظوا مثل هذا الحظو يعني. طبعا انا مش عايزين ناخد الشكل التقليدي في موضوع اللي هو حث القلوب الرحيمه على التبرع، ولكن خلينا نقول ان احنا دلوقتي في مكان اسمه دار الضيافه، وده بيستضيف المرضى اللي بيتعرضوا للعلاج في المستشفيات والمراكز المتخصصه. طيب ما خلا ذلك تقدم جمعيه رعايه مرضى الاورام خدمات طبيه ورعايه اجتماعيه وانسانيه لكل مرضى الاورام، حتى اللي مش محتاجين خدمه الاستضافه. فالرعايه الاجتماعيه والرعايه الطبيه والصحيه بتتكلف على الجمعية مبالغ طائلة. والحقيقة احنا بندعو في هذا الشأن كل أصحاب القلوب الرحيمة إن هم يكونوا عارفين إنه خدمة المريض مش علاجية فقط ومش دوائية فقط. عايزة أقول لحضرتك إن احنا تفاجأنا، ودي حقيقة الحقيقة يعني أعضاء مجلس الإدارة كاملين بقيادة المستشار محمود توفيق، إنه الحقيقة وهم أفاضل جميعا من كيانات مجتمعية وخيرية وعلمية مختلفة، إنه في بعض المرضى ربما لا يمتلك المواصلات، حق المواصلات أو أجرة المواصلات اللي يجيبه يعمل الجلسة رقم 2 أو رقم 3، فيضحي بعدد من جلساته العلاجية وياخد جلسة أو 2 ويترك 2 و3 و4. فإحنا بندعو الناس جميعا للتآزر والتكامل والتواجد في كيان زي ده، لأنه رعاية مريض الأورام السرطانية مش رعايته هو منفردا، الأسرة الجمعية رعاية مرضى الأورام بتتكفل بهذا الشأن تماما. فالحقيقة بيتكلف بشكل غير طبيعي ومبالغ بيه، وطبعا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ده كمان للمرضى الفقراء تحديدا الموضوع معدي قوي الاستهلاك الطبيعي اللي ممكن أي حد فينا يحسبه بشكل طبيعي. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم جميعا، وانا شاكر لقاء حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا دكتورة لمياء لطفي، عضو مجلس إدارة جمعية رعاية أورام محافظة كفر الشيخ. فاصل ونتواصل.